جبت لكم اسرار نجاح الفطير المشلتت بدون توريق نهائي. لو انت مبتدئة هتعملي احلى فطير مشلتت. تعالي هقولك ازاي الفطير المشلتت ينجح معاكي من اول مرة. اتبعي معايا بس انت الخطوات وهتعملي احلى فطير مشلتت ان شاء الله. انا عايزاكم تبصوا معايا على العجينة وبصوا معايا على الفطير التحفة ده. تعالي هقولك ازاي تعملي فطير احلى من ده بكتير. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة هعلمك ازاي تعملي فطير مشلتت او ازاي ينجح معاكي من اول مرة. اول حاجة طبعا استحملوني كده في بداية الفيديو عشان هشرح لكم بالتفصيل. معايا هنا بولة فاضية زي ما انتوا شفتوها. حطيت نص معلقة صغيرة من الملح وحطيت معلقة كبيرة من السكر. دوبي الملح كويس مع السكر. اهم حاجة للفطير المشلتت من اول اسباب نجاحه تظبط الملح بتاعه. طول ما ملح الفطير المشلتت مظبوط هتعملي احلى فطير، لان قلة الملح اصلا هي اللي بتقطع معاكي الفطير او هو العجينة تبقى معاكي يابسة. بس هنا انا حطيت الكوباية وحطيت نص كيلو دقيق، والدقيق لازم يكون دقيق متعدد الاستخدامات، يعني يا ريت يكون عرقه قوي شوية كده عشان ينجح معاك الفطير المشلتت. يعني لو حاسة ان هو انتوا بتعجني فيه، انا كده حسيت ان هو خلاص الدقيق ده معايا حلو. من اول ما بحط ايدي في الدقيق انا بعرفه اذا كان حلو ولا مش حلو. طول ما ياخد معاكي ميه زياده هتعرفي ان هو الدقيق حلو معاكي. لكن حسيت ان حطيتي كوبايه ميه وان هو يعني حاسه ان اتعجن معاكي بسرعه، تعرفي على طول ان نوع الدقيق ده مش حلو. فتحاولي تقللي الميه بتاعته. بس كده عجيني زي ما انت شايفاني كده، عجيني 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 ما يهمكيش. خدي ساعه في العجين وما يهمكيش. اهم حاجه في الفطير المشلتت ظبطي الملح وبعد كده نوع الدقيق وبعد كده عجيني بقى ما يهمكيش، لازم تعجني. انت عايزه تحطيه في الكيس زي ما انا بعمل مفيش اي مشكله. حط شويه زيت في الكيس وحطيه في الكيس وسيبيه براحته. عايزه تعجني على ايديكي عجني 5 دقايق وريحي 5 دقايق مفيش اي مشكله. شايفين شكل العجينه مش حلو خالص. انا عجنتها بصراحه لمده 5 دقايق وسبتها برضو تريح. لازم تريح معايا حتى لو انا عجنها كويس لازم اسيبها تريح. شايفين ملمس العجينه حلو ازاي؟ بس كده برضو هريحها تاني. انا عجنتها بس حاساها ان هي لسه شوية. هنا زي ما قلت لكم قبل كده ان العجينة لازم تبقى مفتوحة. عجينة الفطير تبقى مفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ يعني تبقى شايفينها؟ شايفين العجينة مفتوحة يعني تبقى ملزقة، بس انت هي تحسيها بتلزق بس هي مش ملزقة مش يابسة. عايزينها مفتوحة يعني تبقى طرية شوية. انا سبتها طبعا ربع ساعة. سيبيها نص ساعة عشان تاخد القوام اللي انت شايفاه ده معايا. من اهم نجاح الفطير المشلتت لازم تريحي العجينة قد ما تقدري. ما يهمكيش وما ما تخافيش من اي حاجة. بس انا كده خلصت عجن. هحطها على البلانشة بتاعتي، على الرخامة، على صينية زي ما انت عايزة. هنحطها ونسيبها هنريحها تاني. لازم هنا برضو نريحها. هنا عايزاها زي ما انت شايفة. عايزاها فطيرتين اعمليها، عايزاها 3 اعمليها، عايزاها 4 اعمليها. ده نص كيلو دي. انا هعمله فطيرة واحدة اهي. بقولك عايزاها لو 4 فطاير هتعمليهم 4 فطاير. عايزاها فطيرة واحدة هي فطيرة واحدة. بس كده انا ريحتها ربع ساعة ورجعت لها. شايفين؟ هتلاقوا العجينة معاكم ملبن. دي سمنة على زبدة، سمنة على سمنة عادية اللي هي بتاعت العلب، وزبدة. زبدة اللي هي الزبدة البيضة. وحاطة برضو فيها نشا يا جماعة، ما تقولوش ما حطاش نشا، حاطة فيها نشا. وهتشوفوا معايا الفطير في اخر الفيديو شكله عامل ازاي. الناس اللي بتشتكي وتقولك ان النشا بينشف الفطير، ابدا. اهو على عينك يا تاجر. بس هنا هنفرد. انا هفردها فطيرة واحدة. انا قلت لكم بدون توريق نهائي. انت هتفرديها بايدك بس على الرخامة، على صينية، على بلانشة زي ما انت عايزة. بس كده هجيب المردانة بتاعتي او النشابة الصغيرة وافردها على قد السطح اللي انا بشتغل عليه. عايزاها مستطيلة زي ما انت هتشوفي كده. احلى طريقة واسهل طريقة للفطير المشلتت. هنجيب الزبدة بتاعتنا لازم تبقى متماسكة شوية، مش عايزينها تكون طرية خالص عشان تمسك معانا في العجين بتاعنا. شوفوا الطريقة سهلة ازاي وبسيطة ازاي. شايفين؟ انا عايزاكم ترجعوا للفيديو لورا وشوفوا ملمس العجينة عامل ازاي انتوا بتفرديها. ملبن.
زي ما قلت لك قبل كده، ظبط الملح كويس، يعني نص معلقه صغيره من الملح على نص كيلو دقيق، بتخلي معاكي الفطير ما يقطعش معاكي خالص. واهم حاجه تريحيه، اللي بيشتكي ان الفطير بيتقطع منه بسبب ما فيش تريح، والسبب التاني ان الملح مبيبقاش مظبوط، والسبب التالت اللي هي العجينه بتبقى معاكي يابسه. ما تخليش العجينه يابسه. شايفين انا فردتها اهو السمك اللي انا عايزاه، وهجيب العجلة او السكينة وهقطع يعني تلت وتلت وتلت زي ما انتوا شايفين. اقطعي تلت وسيبي تلت واقطعي التلت التالت. شايفة اهي سهلة ازاي. هتعملي 100 فطيرة. في الحالة دي لو عايزاهم 2 اقسميهم 2، هيجيبولك فطيرتين. عايزاهم 3 من الاول تعمليهم 3 كور، وكل واحدة تعمليها لوحدها. انا حبيت اعملها واحدة، عايزاها فطيرة واحدة كبيرة. هتشوفوها معايا في اخر الفيديو طالعة ازاي. طبعا لما تاجي مرحلة التسوية انا هقول لكم لازم برضو من نجاح الفطير ان لازم التسوية تبقى صحيحة 100%، عشان ما ينشفش منك خالص. بصوا سهلة ازاي بنطبقها ونفرد. لازم تفردي طبعا. بصي اهي، تكسي العجينة كلها. سهلة خالص يا جماعة، واسهل من الفطير مفيش. ماشيالكم واحدة واحدة. معلش لو الفيديو طويل عليكم، بس انا عشان انتوا تستفيدوا. نوع السمنة ده بتاعك انت. لو سمنة عادية بس عندك حطيها في التلاجة وبعد كده اشتغلي بيها. لو ما عندكيش زبدة مفيش اي مشكلة، باي نوع سمنة انت اشتغلي. بس كده تمام. هجيب الصينية بتاعتي واحطها عليها. هنا لازم اريحها برضو. طول ما تريحي الفطير هتاكلي احلى فطير، هيبقى معاكي زي الملبن. لكن لو ما ريحتيش الفطير هيقعد يشد معاكي، كل ما تشدي هو هيرجع معاكي. عشان كده هو ايه، هيبقى ينشف منك. معايا زهرة الكون. لو وصلت معايا لغاية هنا بس لايك حلو كده بإيدك القمر. هروح هوديها التلاجة وارجع لكم على طول، مفيش وقت. بس كده تمام. على نفس البلانشة بتاعتي انا هفرد الفطيرة برضو. لازم تفرديها تاني عشان نعملها الكورة بتاعتنا، عشان ينجح معاكي صح وتسويه صح. لو عندك فرن غاز هتسخنيه، اللي هو فرن غاز نار فوق وتحت، اللي هو بتاع الانبوبة بتاع الخبيز، هتشغلي فوق وتحت. ولازم يسخن قبل ما تحط الفطير. مجرد ما تدخلي الفطير وطي النار شوية من فوق، ما تخليهاش عالية ايه اوي. لو فرن البوتاجاز هتسخني فرن البوتاجاز وتشغليه برضو. لو عندك تحت وفوق شغلي تحت وفوق، ما عندكيش شغلي تحت. وبعد كده ايه، انا لميت الفطيرة معاكم. شايفين هنحطها برضو ونريحها. هنا لازم تريحيها، ما تقعديش تلمي فيها كتير عشان ما تضيعيش التوريقه بتاعتها. يعني يدوب مجرد ما تلميها ولميها على ايدك على طول وحطيها في الصينيه، عشان ما تلميش ايه التوريقات وتلاقيها من جوه بقت معاكي عجين. لا، عشان تبقى التوريقه قاعده زي ما هي. خطوات كتير طبعا، يا ريت تكونوا ايه مركزين معايا. بس كده هنا هنفردها، وبعد ما نفردها لازم تريحي برضو ايه الفطيرة في الصينية. ليه بنريح يا جماعة؟ عشان انت لو فردتيها ودخلتيها الفرن على طول وهي مش مرتاحة كويس، لا هتلم معاكي في الفرن. لكن طول ما انت سيبيها 10 دقايق بالكتير، هتدخليها الفرن هتلاقي حجم الفطيرة زي ما هو. خلي بالكم من حجم الفطيرة بعد ما تطلعها من الفرن. هنحط لها شوية زبدة ولا شوية قشطة من فوق، الموجود عندك ايه استخدميه. زي ما قلت لك التسوية اهم حاجة في نجاح الفطير. الفطيرة لو قعدت معاكي مدة طويلة في الفرن اعتبريها نشفت معاكي، هتطلع معاكي ناشفة خالص. مهما تعملي فيها مش هتطرى معاكي. شايفين يا جماعة؟ تحفة تحفة تحفة. ده عشان فرن غاز فنزلت حاجة من فوق كده سودا. شايفين؟ بصوا اهي. اللي بيقولك النشا بينشف الفطيرة، بينشفوا ازاي؟ شايفين؟ انا مش حاطه نشا كتير، هي معلقه على السمنه او الزبده عشان بس تمتصلي السوائل اللي في الزبده بتاعتي. شوفوا بقى التحفه والجمال. شايفين؟ شايفين الفطير مورق ازاي؟ ملبن من جوه. شايفين وشكله ملبن ولا مش ملبن؟ طبعا ملبن. انتوا اتفرجوا هكمل لكم باقي التسويه. لو فرن البوتاجاز سخنيه كويس وحطي الصينيه
ما عندكيش تحت وفوق، خليها تاخد لون من تحت، وبعد كده شغلي الشواية من فوق، بس ايه من تحت لو حسيتيها طالت معاكي شوية شغلي الشواية، مفيش اي مشكلة. طول ما هي استوت مفيش اي مشكلة، وتقب معاكي كده. لازم الفطير يقب معاكي، لو الفطير ما قبش معاكي اعرفي ان النار بتاعتك واطية. يا رب تكونوا استفدتوا اي معلومة من اللي انا قلتها. بصوا معايا الملبن، شايفين ملبن من جوه، ملبن هو وعجين، وملبن هو وايه مخبوز، تحفة والله العظيم. هتقول انت بهدلت الفطيرة، ما انا بهدلها عشان خاطركم، ما فيش اي مشكلة، كده كده هتتاكل. شايفين الطراوة؟ اللي بيشتكوا يقولوا النشا بينشف، لا مش بينشف ولا اي حاجة. يا ريت بس انتوا تحطوا لي ايه لايك بايديكم القمر كده، وتشجيعة حلوة منكم، وكومنت حلو بايديكم القمر. لو عايزين اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وانا هجاوب عليكم ان شاء الله. ومع السلامة، اشوفكم فيديو قريب ان شاء الله.